كزواج ذكية. أنا كزواج أنا بتمنى إن ألاقي حدا أتزوج وإستقرار هيك، أكيد هذه أي نعم. وحدة في الدنيا بتتمنى هيك، بس هذا اللي بتظن إنه صعب عشان الفكرة اللي الكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كندا بكلمك فون. أنا وهديل معاكم النهاردة. هديل تعرفكم السلام عليكم على الجميع كمان، وإن شاء الله يعجبكم الحلقة اليوم. إن شاء الله. والنهاردة معانا ضيفة بعتت لي الأكاونت بتاعها. طبعا أنا مش هقول اسمها إلا لما أكلمها، وهي لو حابة تعرف نفسها وتقول اسمها في الحلقة براحتها. نبتدي النهاردة، نبتدي دلوقتي نتصل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيكي. اهلا بيكي في البرنامج. احنا طبعا انا طبعا ما عرفتش اسمك، لو حابه تقولي اسمك اتفضلي. سكينة. اهلا بيكي. حضرتك من اي بلد؟ من المغرب. اهلا بيكي. اهلا بيكي. انا معاكي انا واختي وصاحبتي هديل. مرحبا، كيفك؟ مرحبا. شو أخبارك؟ هلا حبيبتي، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. تسلمي، الله يخليك. اتفضلي. كنتي بعتيلي عشان حضرتك تتواصلي معانا وتكلمينا. اتفضلي، لو يعني أسئلتك ايه، او حضرتك عايزة تقولي ايه؟ معاكي. أنا ما فهمش إيش هي الطبيعة ديال البرنامج أول شيء. هو إحنا برنامجنا بيعرفك إذا حابة، هو يعني open أسئلة، بس كمان إذا أنت عندك مثلا أسئلة يعني شو حابة تعرفي عن البلد، أو ممكن حابة تيجي، أو كزواج حابة نحط لك إعلان مثلا عند صفحتنا من اللي حابين مثلا، أو بيسألوا عن ناس من المغرب أو من أي دول تانية، إنه نقدر نساعدهم. هاي هي يعني البرنامج تاعنا. يعني أو لو في فرص مثلا of لو في course. فرص إني أجي على البلد، يعني كندا صح؟ رايت. يعني شو المتطلبات اللي ممكن تخليني أجي على البلد هنيك؟ انت ما هو حسب انت كيف جايه، بدك تيجي زياره، بدك تيجي سياحه، بدك تيجي تعليم. كزواج كمان، تعليم، يعني في اكثر من كزواج شكل. لا، كزواج صعب، يعني كزواج بظن انها صعبة كثير، بس ممكن شغل، اذا في فرص شغل في كندا. اوف كورس. مثلا احنا كمان في ناس عم بيطلبوا من برا، اذا احنا حطينا وات ايفر انت اللي حكيتي لنا اياه او الاعلان تاعك على صفحتنا، ممكن ناس يعرضوا عليكي ويسحبوكي. ممكن انت تقدمي، ممكن تبعتي انت حابه تشتغلي ايه، او المؤهل بتاعك، الوظيفه اللي انت عايزه تشتغليها، واحنا نقدمها برضو في القناه بتاعتنا. انا عندي دبلومات، انا كنت دراستي تصاميم ازياء، انا مصممه ازياء. ملابس مغربيه تقليديه. دراسة كلية الحقوق، عندي السنة الثالثة في كلية الحقوق. يعني كنت رجعت تاني دراسة من جديد، يعني أخذت ثانوي جديد ورجعت دراسة. عندي السنة الثالثة في كلية الحقوق. عندي دبلوم في الإعلاميات. عندي دبلوم كمان في، يعني كنت اشتغلت مرات في مكان في تحويل الأموال، يعني ويسترن، مونيجرام، هاي الأماكن هذه. احنا كبرنامج عم بنساعد انه نوصل صوتك، بس انه احنا يعني ما بحكي لك والله انت هلا بنجيبك او وات ايفر، لا احنا عم بنساعد قد ما بنقدر. لا عرفت ان مساعده، احنا عم نساعد ونشير، وممكن نعطيكي معلومات. وفي هلا طالع قانون او انه ويب سايت، انه بنقدر نبعث لك مسج انه تسجلي من خلاله، ولانه كندا طالبه نسبه كبيره من ناس ومن وافدين من برا البلد انه يشتغلوا،
فانت بتقدمي طلبك، ومش ضروري بس الابلكيشن بتاعك التخصص بتقدمي تاعك. الابلكيشن بتاعك من خلال الجروب مش اللينكات. هذا اللينك لكندا في نفسه، لينكات كتير انا ممكن للجفرمنت، للحكومة. ايوه هذا هو بتسجلي فيه، بتحطي كل ما مش ضروري تسجلي انت شو بدك شغلك، انت سجلي كأنه اي اشي بدك تشتغلي، بس عيارك وصلتي للبلد ساعتها انت وات ايفر انت بتسويه لحالك، او كمساعدة تاني انه انت فيكي تيجي كزيارة. لما تيجي زيارة واذا طلع لك فيكي تفوتي على البلد تحطي لجوء رايتوي، فهيك كمان بيساهم انه انت برضه تشتغلي او تدرسي وتاخدي تقدمي على الجنسية. او تقدمي هناك على شغل وانت موجوده في واذا انت ويطلعوا لك وشغل يطلع لك عقد عمل وتبقي ملزمه هنا بعقد عمل. واذا انت حابه كزواج ازواج، في ناس كتير بدوروا هون على ناس من برا، انه مش سهل يعني يلاقوا حدا بده او يتجوزوا او اشي زي هيك. فانت شوفي انت شو حابه بالضبط، ممكن تحكي لنا اياه وممكن تخلي لنا اياه وممكن نعرض لك وات ايفر انت شو حكيتي او ايش انا بدك اياه. كزواج انا بتمنى ان الاقي حدا اتزوج واستقرار هيك، اكيد اي وحده في الدنيا بتتمنى هيك، بس هذا اللي بتظن انه صعب عشان الفكره اللي الكل بيحكي عنها ان هو بتعرفي النصيب اتزوج. مش طب انا صعب. اكمل كلامي. تفضلي. انهم خلاص انا راح اتزوج مشان انا مثلا طامعه فيه او طامعه يجيبني على كندا او طامعه هيك. هذه الفكره اللي لاحظتها انا في كثير من الناس. انا كنت دخلت برنامج قبل هيك مشان زواج، بس هذه الفكره اللي كانت اغلبيه الناس عندهم. انا ما بنصح الجروبات اللي يعني اللي بيسووها، يعني هاي هيك بتكون زي كفر زي ما بيحكوا. احنا عاملين هاي لانه اوبن، احنا عم نعرض لك اياه زي ما انت بتوصليه، ما بنروح نعمله كفر وانه الناس عم بتشوف من تحت لتحت واي واحد ببعث لك واي واحد احنا لانه بنكنسل اذا حلوة. بتمنى اذا شفنا احنا اي انسان بس لعب عم بنكنسله وعم بنطلعه من البرنامج، لانه انت كون انسان سيريس ونظيف، اذا حاب فعلا تكون وتدور فعلا على بنت تفضل. مش احنا مش جروب اللي اي واحد بس بدخل بدور على اي بنت بيحكي معها وبعدين بيطلع، لانه في كتير ناس عم بيستغلوا هاي المواقع كتير مش شوي. فعشان هيك هذا احنا ما بدنا اياه نهائيا في برنامجنا. احنا حابين لا نساعد قد ما نقدر وبنوصل صوتك. ما بتعرفي النصيب كمان بيلعب دور، ربنا هيك يعني ايام ما بتعرفي اذا في لك نصيب ان شاء الله بيجي ان شاء الله. وانا ان شاء الله ابعت لك برضو لينكات تقدمي عليها لوظائف مختلفة بيبقوا في اللينك. العفو حبيبتي. فاللينكات دي بتفتحيها وبتشوفي الوظائف المتاحة وانت بتقدمي على الوظائف الموجودة على اللينك، لانه احنا مش رح ناخذ الانفورميشن تاعونك، انت بتعبي كل طلبك وبتقدمي. مجرد ان انت بتوصلي البلد حابه تشتغلي مش حابه تشتغلي الوظيفه دي ممكن تبحثي عن غيرها، يعني مش بتبقى شرط. هي بس بيبقى يعني يعني دخولك مساعده بس ان انت تقدري تدخلي بيها البلد بس. فهمتي؟ فهمت. وما بتعرفي اذا لك نصيب ان شاء الله. يعني واحنا طبعا برضو من خلال البرنامج هنوصل برضو رسالتك والكلام اللي حضرتك قلتيه، وان شاء الله باذن الله ربنا يرزقك بابن الحلال عن طريق البرنامج ان شاء الله. ان شاء الله. وبرضو احنا يعني اي اسئله حضرتك عايزاها اتفضلي، يعني لو في اسئله تانية ممكن حضرتك تساليها تاني اتفضلي معاكي. لا تقريبا هادو الاسئله اللي اتمنى اني اتعرف عليهم بس. ان شاء الله حبيبتي. احنا الحمد لله عرفتني. شكرا. الله يسعدك. وان شاء الله بنحاول انه نبعث لك لينكات وهيك ونضل معك على تواصل. بس انت ما شاء الله بتتكلمي مصري كويس. مش اللهجه مش اللهجه المغربيه. لا انا خفت ما تفهمونيش في اللهجه المغربيه. انا حاسه انت بتتكلمي مصري. نزلتي يعني سافرتي مصر او كده او ليكي اصحاب مصري؟ لا ما سافرت مصر ولا تاجي، ولكن المسلسلات والافلام المصريه علمونا. ما شاء الله. بس كويس ما شاء الله.
شكرا. الله يسعدك، والمغرب يعني أحلى شعب. شكرا، الله الله يخليك. يسعدك، تسلمي حبيبتي. ربنا يخليك. وبقول لك فرصة في كندا في مقاطعات اللي هي مقاطعة كيبك اكتر، لان تناسبك اكتر، لان انت اكيد الفرنساوي هي اللهجة او اللغة التانية يا بالنسبة لكم. هي اللغة التانية. فهي فانت ممكن تقدمي على مقاطعة كيبك او مونتريال، لان دول هيناسبوكي شكرا. اكتر من المدن التانية، لان التانيين يعني بيحكوا انجليش لغتين بس. بس الانجليش مور. يا لكن الفرنساوي لو عندك هي اللغة هي اللغة التانية عندنا احنا في المغرب كده يا معروفة. بالظبط، فدي هتبقى اللي هيناسبك اكتر هي مونتريال وكيبك، عشان هما إن شاء اللغة بتاعتكم يعني التانية. انت بتقدري على شكراً. البرنامج بيسألوكي بأي بلد أو بأي منطقة بدك ما هو حابة ما هو على بتسجلي. اللينكات على فكرة. انت بتكتبي في اللينكات كل بياناتك، مهم. وبتحددي طبعا المقاطعات اللي انت عاوزاها، وبتقدمي، وربنا يسهل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا، الله يخليك. ان شاء الله. ولا يهمك، شكرا ماشي. وأهلا وسهلا فيكي. واهلا بيكي في الله البرنامج. يبارك فيك. شكرا حبيبي. شكرا بزاف. ولا يهمك، مع مع السلامة. باي. السلامة. مع السلامة. فرصة سعيدة تعرفت عليكم. وإحنا وإحنا أكتر. كمان. مع السلامة. مع السلامة. ما لقينا لهاش عريس بس حاولنا. احنا طبعا زي ما انتم لسه. سمعتوا، احنا طبعا تواصلنا معاها، وهي طبعا عايزة، هي مفيش موضوع مهم، موضوع قصدي معين مهم. اتكلمنا فيه. هي كلمت من ناحية الشغل او السفر، وطبعا الارتباط. فاحنا طبعا عن طريق البرنامج احنا هنوصل صوتها بنوصل صوتها بالظبط وإذا إن شاء الله إلها نصيب ما بتعرف. ان شاء الله. فإن شاء الله بنتمنى للكل يعني إنه يحصل ببرنامجنا أكتر معلومات ويستفاد إن شاء الله، وإنه نقدر نوصل صوتنا إلا الكل إن شاء الله. وشكرا للجميع. واي حد حابب يعني عن طريق برنامجنا نوصل له رسالة، نوصل له اي حاجة، عايز اي معلومة، اي سؤال، يسيب لنا الاكونت في التعليقات، واحنا واحنا هنتصل بيه وهنعمل معاه حلقة في البرنامج، ويا رب نقدر نوصل صوتنا، صوتكم عن طريق البرنامج. وشكرا لكم ولمتابعتكم، وما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب للبرنامج عشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.